السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى دائما تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن احوال وبصحه جيده وراحه البال اهم حاجه. كيف العاده مرحبا بكم معايا في القناه فنطبخ مع كنزه اليوم فيديو جديد ولا غوصه جديده. اليوم ان شاء الله جيت وجبت معايا الجديد. اليوم غادي نبارطاجي معكم 4 ديال الاشكال ديال المملحات من عجينه واحده كنخرجوا منها هذا الخير كامل. مملحات اللي كيجيو راقيين في المنظر ديالهم، كيجيو مقرمشين، كيذوبوا في الفم، ساهلين في التحضير. قدميهم لضيوفك كنتي فخوره براسك. هاد المملحات هادو ديال النخوه وديال النهار الكبير، صراحه كيستحقوا كيستاهلوا التجربه ديالتكم طبعا. كيف العاده بلا ما نطول عليكم، بقوا معايا ما تمشيو فين غادي ندوزو مباشره المكونات وطريقه التحضير. وكيف العاده فرجه ممتعه، لأن الأهم والأساس ماشي في المكونات أو المقادير وإنما في طريقة ديال التحضير. نبداو على بركة الله. اذا غادي نبداو على بركه الله في المكونات. عندي 2 حبات ديال البيض بالحراره ديال الغرفه، كاس ديال ياغورت اللي هو طبيعي، كاس كبير ديال العنبه مخلط ما بين زيت عاديه وزيت البلديه، ملعقه كبيره ديال الخضره مجففه، ملعقه كبيره ديال الفابريكا مدخنه، ملعقه كبيره ديال الزعتر او الزعتره، ملعقه كبيره ديال العسل الطبيعي ممكن التعويض ديالو بسكر سنيده، 2 معالق كبار ديال عطريات الحوت، ملعقه كبيره ديال الملح لتصحيح الذوق. عندي كذلك 2 معالق كبار ديال المطارد، ملعقه صغيره ديال الثوم مجفف، ملعقه صغيره ديال صلصه الحار، نصف ملعقه ديال الابزار، 250 غرام ديال الزبده، 3 الحبات ديال الجبن يا اما مثلث او لا مربع، ساشي ديال الخميره ديال الحلويات اللي كتوزن 7 غرام او لا 8 غرام، الدقيق حسب الخليط. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو في المملحات، وباقي المكونات غتلاحظوهم معايا تدريجيا. فواحد لوبول او لا قصريه هنا كنحك الزعتر او لا الزعتره بين يديا على هذا الشكل هذا. ضفت كذلك الخضره اللي هي مجففه، الا كاينه ضيفوها، ما كايناش ما كاين حتى شي مشكل. الفابريكا او التحميره الا عندكم مدخنه كتضيفوها كتعطي له قول لي هو بنين، الا ما كايناش غتضيفوا تحميره عاديه. ضفت كذلك العسل، ممكن التعويض ديالو بسكر سنيده ولكن احسن وافضل عملوا العسل لان العسل كيعطينا القرمشه. ضفت كذلك العطريه ديال السمك، الا كاينه كتضيفوها، ما كايناش كتعوضوها، العطريه المكسيكيه او العطريه ديال البسطيله. ضفت كذلك 2 معالق كبار ديال المطارد، وملعقه كبيره كذلك ديال المليحه لتصحيح الذوق. وضفت كذلك الثوم بودره، صلصه ديال الحار، ضفت كذلك نصف ملعقه ديال الابزار، وضفت الزبده 250 غرام، وضفت الجبن اللي هو مثلث. كنمدج هاد العناصر جيدا، الزبده كتكون بدرجه حراره المطبخ. وهنايا كنضيف كذلك كاس مخلط ما بين زيت عاديه وزيت البلديه. كنمدج هاد العناصر مزيان مزيان بالكف ديال اليد ديالي حتى ديك الحراره كتدخل في الزبده، وكيولي القوام ديالها على شكل بوماد على هذا الشكل هذا كيف ما موضح في لا فيديو. في هذه المرحله هذه غير دلكو الزبده مزيان مزيان. هنايا الا عملتوا الزبده اللي هي سبيسيال النوعيه اللي هي جيده، غادي تضيفوا غير نص كاس ديال الزيت. انا عملت الزبده ديال الطورق، هذاك الشيء علاش عملت كاس ديال الزيت. ومن بعد كذلك ما خلطت الزبده مع العناصر ودابت ولا القوام ديالها على هذا الشكل هذا. ضفت كاس ديال الياغورت، الا كاين كتضيفوه، ما كاينش كتعوضوه بكاس ديال الحليب كتضيفوا ليه ملعقه كبيره ديال الخل باش كيولي بحال الياغورت. ولا ما كاينش لا حليب لا دانون، غادي تضيفوا كاس ديال اللبن. من بعد كنخلط العناصر مزيان مزيان. من بعد ضفت 2 حبات ديال البيض كذلك يكونوا بدرجه الحراره ديال الغرفه، كتحتفظوا بداك البياض ديال البيض اللي دهن. صافي هنايا كنخلط مزيان مزيان وكندلك مزيان مزيان حتى كتذوب ليا ديك الزبده وكيندمجوا العناصر كلهم على هذا الشكل هذا. ومن بعد هنايا كنضيف الدقيق تدريجيا. هنايا خدات ليا
600 غرام ديال الدقيق، ولكن كل سيده والنوعيه ديال الدقيق اللي باش كتخدم، وكذلك الحجم ديال البيض، يعني كيختلفوا المكونات وكيختلفوا حتى النوعيه ديال الدقيق، كل سيده والنوعيه ديال الدقيق اللي كتخدم. مهم عينكم ميزانكم. صافي هنايا واحد اليد كنعمل الدقيق بواحد اليد الاخرى كنشوف القوام ديال الخليط. ضفت كذلك ساشي ديال الخميره ديال الحلويات اللي كتوزن 7 غرام او لا 8 غرام. هنا في هذه المرحله هذه ما دلكوش العجين نهائيا، دلكناه في الاول ملي كنضيفوا الدقيق، ما كندلكوش، كنجمعوا بالاطراف ديال الاصابع فقط. هنا من بعد ما جمعت العجين ديالي ولات ليا على هذا الشكل هذا، انا كنقسمها على 4 ديال الكويرات على هذا الشكل هذا. من بعد كنغطي عليهم بواحد البلاستيكه وكنخليهم في الثلاجه باش كيرتاحوا لينا مزيان مزيان. حاولوا عملوه او عجنوا العجين ديالكم في الليل حتى الغد لهيه عاد خدموه. صافي هنايا من بعد ما ارتاح ليا العجين غادي ندوزو لطاوله العمل. خديت الكويره الاولى وكنبسطها او كنورقها ما بين جوج بلاستيكات او لا ما بين الورق ديال الزبده. هنايا كنورق العجين او الكويره الاولى على هذا الشكل هذا حتى كنحصل على واحد العجين اللي هو رقيق والسمك ديالو تيكون على هذا الشكل هذا كيف ما موضح في لا فيديو. كيف العاده الا كان شي حاجه ما واضحاش او لا مفهوماش خليوها ليا في لا كومونتير وغادي نجاوبكم باذن الله. صافي هنا كيف ما كتلاحظوا معايا كنجي للجوانب وكنحاول نقادهم باش يعطيني على شكل مربع باش ما كنضيعش في هذاك العجين والسمك ديالو اللي هو هذا. هنايا كتعملوا اي طابع بغيتو، ماشي زعما بالضروره تعملوا هاد الطوابع اللي تنعمل انايا. ممكن تعملوا يا اما دائري يا اما مربع، تيبقى لكم الاختيار. انا هنايا خديت هذا الطابع اللي الشكل ديالو على شكل مربع ومسنن على هذا الشكل هذا. صافي هنايا كنبدا نطبع في العجين ديالي ومباشره كنهز وكنوضع في الصفيحه اللي غادي تدخل الفرن بطبيعه الحال، نفرش عليها الورق ديال الزبده. هنا كندز الكويره الثانيه كذلك نفس العمليه. هنايا كنورقها هاد المره هذه خاصني نورقها جيدا لان غادي نلويها. هانتوما غتلاحظوا معايا هنا خديت الزيتون الاسود طحنته مع شويه ديال زيت البلديه، كذلك مع شويه ديال الجبن، وضفت كذلك واحد الملعقه ديال صلصه ديال الحار لان غادي بغينا تجينا حارين شويه. صافي هنايا كنسرح الكويره ديالتي، من بعد كندهن ليها الوجه ديالها على هذا الشكل هذا، ومن بعد كذلك كنبقى الرولي على هذا الشكل كيف ما موضح في لا فيديو. من بعد هنايا غادي نحبس لان هذا هو القياس اللي بغيت. مباشره كنوضعها في المجمد. هنا كذلك تنجي يعني الجهه الاخرى اللي بقات ليا كذلك تنلويها على هذا الشكل هذا، وكنجي للحواف وكنحاول نضغط بالاصبع ديالي على هذا الشكل هذا ومباشره كنوضعها في المجمد. هنايا الكويره الثالثه مباشره من بعد ما سرحتها على هذا الشكل هذا وورقتها جيدا. هاد المملحات راه تيبغيو يكونوا رقاقين ما خاصهمش يجيو غلاظ. هنايا خديت هاد المرشم هذا للشكل ديالو على شكل دائري عادي جدا، ما مسنن ما حتى شي حاجه، يعني سامبل. وصافي كنبدا نطبع وكذلك نفس الطريقه ونفس العمليه مباشره وضعتهم في الصفيحه اللي فرشت ليها الورق ديال الزبده لان تيكونوا هشاشين. هنا من بعد ما كملت الكميه خديت داك البياض ديال البيض اللي حطاه بيه. هنايا كندهن الوجه ديال العجين على هذا الشكل هذا، وصافي كتزينوا باي حاجه عندكم. لا باز ديال العجين راه عطيتها لكم وانتم تفننوا في الطوابع وفي الاشكال وكذلك حتى في النكهات. المهم هذا الشكل اللي عملته اللي قطعته على شكل مربع، هنايا زينته بالفخوماج غابي وزريعه الكتان وصافي، ومن الفوق شويه ديال الزعتر، وهذا الشكل ديالو على شكل دائري. هنا زينته بجلجله اللي هو الابيض والزريعه كذلك ديال نوار الشمس. صافي في هذا الاثناء انا شعلت الفرن الى اعلى درجه، ضروري الفرن يكون سخون من قبل، ومن بعد دخلتهم الفرن باش غادي يطيبوا. دابا غادي ندوزو نكملوا اللي بقات لينا. هنايا من بعد ما خرجتهم من المجمد ومن بعد ما بردوا ليا جيدا كتخليوهم حتى كيبردوا مزيان مزيان، ما كتخليوهمش حتى كيقصحوا لان غتبغيو تقطعوهم غادي تهرسوا ليكم ما غاديش يجيوكم زوينين. هنايا غير يقبطوا في راسهم
وصافي مباشرة كدوزو لطاولة العمل وكتستعنوا بواحد السكين اللي تيكون حاد ديال حادة الغني عن التعريف ومعروف وتيكون حاد، وصافي كتبقاو تقطعوا فيه على هذا الشكل هذا، ومباشرة كتوضعوهم في اللاطه وكتدخلوهم كذلك يطيبوا في الفرن. هنايا العجين او الكويره الرابعه والاخيره، كذلك من بعد ما سرحتها ما بين الورق ديال الزبده او ما بين جوج ديال البلاستيكات، كتورقوها وكتسرحوها جيدا. صافي خديت هذا الطابع هذا اللي الشكل ديالو على شكل مثلث، وصافي من مباشره كنوضعهم كذلك كنوضعهم في الصفيحه اللي غادي يدخل الفرن. غنستمر بنفس الكيفيه حتى كنكملهم ونقطعهم كامل ونوضعهم في الصفيحه. هنايا ما وضعت لا ورق ديال الزبده لا حتى شي حاجه، لان كياخذ ليا الوقت صراحه بزاف بزاف هذاك الشيء علاش. المهم هنايا كندهن كذلك بالبياض ديال البيض، وزينت هنايا باللوز اللي تيكون صغير، والنصف الاخر زينته بجلجلان اللي هو اسود. وصافي كندخلهم للفرن باش كيتحمروا. من بعد ما كيتحمروا من الجهه الفوقانيه وكنقصوا عليهم النار على شميعه، ملي كيتحمروا ليا يعني من الاسفل كنزلتهم لتحت باش يكملوا الطياب ديالهم. هذا هو الشكل ديالهم من بعد ما خرجتهم من الفرن، كيجيو راقيين وكيجيو رائعين لا شكلا ولا مذاقا ديال. هذا هو الشكل النهائي ديال المملحات من بعد ما خرجتهم من الفرن. كيجيونا بهذا الشكل هذا، كيجيو مقرمشين وكيجيو محمرين بواحد اللون اللي هو احمر وموحد ومقرمشين وطيبين على الخاطر. جاو رائعين لا شكلا ولا مذاقا، المذاق لا يعلى عليه. غير جربوهم وردوا عليا الخبار واكتشفوا الاذواق والمذاقات. جاو بنانين بزاف، قدميهم لضيوفك بعينك مغمضين وانتيا فخوره براسك. جاو من ألذ وأروع ما يكون، واخا نشكر فيهم من الصباح تنعيا ما غاديش نعطيهم الحق ديالهم. صراحة كيستحقوا كيستاهلوا التجربة ديالتكم طبعا. حتى لهنا انتهى لا فيديو، ما سخيتش بكم وما بقى لي غير نقول لكم استودعكم الله الى فيديو قادم باذن الله. بسلام عليكم. يا رسول الله والنبي